السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، كل من يشاهد الفيديو. عساكم بخير وصحة وسلامة وعافية جميعا وين ما تكونون، تحياتي لكم أكيد. طبعا اليوم مصورت لكم أني هذا الفيديو من منطقة كورفس نزولا إلى تركيش. أتمنى الفيديو يعجبكم والتصوير أيضا يعجبكم. صراحةً الموضوع الفيزا وموضوع يعني الأعمار والقرارات الجديدة هواية صار بيها يعني إشكالات، وإلى هذه الساعة هواية ناس يقولون إحنا دخلنا بصورة طبيعية ومشت الأمور، وأكو ناس يقولون لأ ما مشت الأمور ويانا صحيح والقرار بعد ما طبق، وأكو ناس يقولون طبيعي الأمر، وناس يقولون بالبر يعني من معبر إبراهيم الخليل دخلنا بصورة طبيعية. فالموضوع صراحةً هواية أخذ يعني ما أعرف الشرح مدى يكون واضح، معلومات مدى تكون واضحة. المهم الموضوع أخذ أكثر من استحقاقه. لكن اللي حابة أقوله إنه القرار ترى كلش واضح وما يحتاج له أبدًا يعني تعب أو إشكال. زين ممكن وصلكم بصورة غير صحيحة لكن هو واضح. زين المهم بالأمر إنه اللي لازم أنتم يكون عندكم فكرة إنه الأعمار دون ال15 سنة، يعني اللي عمره 15 سنة ما راح يدخل بدون فيزا، اللي عمره 15 سنة راح يدخل بفيزا. أقل من ال15 سنة، يعني إذا عمره أقل من 15 سنة بشهر بشهرين ب3 أشهر عادي، بس بعد ال15 سنة ما ممكن يدخل. زين هاي الموضوع خلّوه في بالكم. يعني مواليد 2010 عمرهم هسه 14 سنة يدخلون عادي. مواليد 2009 يصير أكو فرق بالأشهر. زين أنتم حسبوا القرار من شو وقت يطبق، أو أنتم من شو وقت راح تقدمون فيزا، حسبوا هذا الحساب بالأشهر، تمام؟ والأعمار أيضًا فوق ال50 سنة، يعني مواليد ال74 زين مواليد ال74 فما فوق اللي هم عمرهم ال50 سنة. 50 سنة إلا كم يوم يدخل الفيزا، تمام؟ هذه همينة يعني أنتم حسبوها، هاي خلوها بحسبانكم. أما الموضوع إنه طبّق أكيد طبّق، وناس دا تدخل بصورة طبيعية والقرار ماشي وما بيه أي إشكال. يبقى الشغلة المهمة إنه هوايد يسألون إحنا لازم مثلًا إذا بقينا 3 أشهر هنانا لازم نروح 6 أشهر نغادر يلا نرجع؟ لأ، القرار يقول خلال 6 أشهر، يعني الترجمة مالته خلال 6 أشهر. زين اللي 180 يوم هي، يحق لكم تبقون بيها 90 يوم داخل الأراضي التركية وتغادرون 90 يوم، تمام؟ وهذا واضح. وهواي سألوني قالوا لي مثلًا إحنا بغير دولة، زين مثلًا إحنا ما نملك الجنسية العراقية، مثلًا عندهم جوازات أخرى من غير بلدان، نفس القضية، نفس القانون. اللي يبقى داخل تركيا 30 يوم عفوًا 90 يوم 3 أشهر لازم يغادر نفس المدة اللي قضاها داخل تركيا. بقى 3 أشهر يطلع برا تركيا 3 أشهر وبعدها يقدر يدخل. هذا الموضوع صار ويانا إحنا وصار ويا شخصيًا. أختي. أنا دا أحكي لكم صار ويا أختي دخلت بقت بتركيا 3 أشهر وكان عندها عملية وسافرت. زين سافرت ورجعت ورا شهر ما خلوها تدخل، يعني بالمطار إحنا نستقبلها ما خلوها تدخل، قالوا لها أنتِ لازم تغادرين 3 أشهر تمامًا يلا تقدرين تدخلين، وانطوها استبعاد من تركيا 6 أشهر. زين يعني بالمطار هم خلوها تدخل وهم انطوها استبعاد 6 أشهر يلا قدرت تدخل مرة الثانية. فهذا الموضوع خلوه في بالكم. المدة خلال 180 يوم يحق لكم تبقون داخل تركيا 90 يوم. يبقى هاي ال90 يوم تبقوها متقطعة متواصلة براحتكم، المهم أنتم عندكم فيزا 90 يوم. يبقى السؤال هم سألتوني قلتوا لي هذا القرار خاص بس بهاي الأعمار لو لكل العراقيين؟ صراحةً أنا لحد هذه الساعة القرار مطبق للأشخاص اللي ضمن القانون، اللي دون ال15 وفوق ال50 سنة، هذا ماشي أموره. يبقى للكل ما أعرف صراحةً، لأن هو يعني القرار ما أعرف يعني
كان مشمول ضمن هاي الفئة، يبقى للكل ما ندري. إن شاء الله قلت لكم إحنا نبقى ننتظر الناس اللي يدخلون ونعرف من خلالهم، لأنه هو يبقى قانون وإحنا هنا يعني مقيمين بتركيا، فما نعرف إحنا شنو اللي يصير. إحنا ننتظر الناس. زين أنا قريت بالتعليقات على الفيديو مالتي السابق هواي قاعد يكتبوا لي والله إحنا لحد الآن القانون ما مطبق، إحنا دخلنا بفيزا، أنا عمري 50 سنة مدري 55 سنة دخلت بفيزا، أنا دخلت من معبر إبراهيم الخليل بفيزا، وناس يقولون بالمعبر البري ما تمشي الأمور لازم بالمطار. والله أنا أتصور هو القانون يعني واضح ما يحتاج منا يعني ما أعرف، هو يعني مثل ما أقول لكم هو واضح القانون، والناس دا تدخل والأمر صار بشكل طبيعي، والموضوع أخذ أكثر من استحقاقه، لأن هو دا نزل عنا فيديوهات وهواي ناس تستفسر، وحقكم أنتوا وإحنا يعني واجبنا إنه نجاوبكم، لأنه إحنا اللي عايشين هنا، فأنتوا تحتاجون النصيحة. إن شاء الله أني ما راح أقصر وياكم بأي شيء تحتاجوه، يمكن أنا ونستا باقين اللي أي تعليق أجاوب عليه من يكون عندي وقت أكيد. فحبيت إنه يكون هذا الفيديو أوضح لكم بهذا الخصوص، لأنه يعني خطية هواي ناس منتظرة وعندهم أمور وعندهم ظروف يحتاجوها. بالنسبة راح نحكي لكم شوية بنهاية الفيديو عن السياحة بسامسون، عن المناطق السياحية وتكاليفها. صراحة يعني المحافظة سامسون أسعار السياحة بها، أسعار الفنادق والأكل وغيره، يعني مشابه نوعا ما باقي المحافظات السياحية. تعرفون أنتم سامسون يعني محافظة من المحافظات الكبيرة، وبها سياحة، بها مناطق حلوة. نقدر يعني ألخص لكم شوية زين إذا أنتم حابين هذا الموضوع. بداية الإيجارات متوفرة، شقق متوفرة، شقق معزولة متوفرة، فنادق أكيد همينة تختلف حسب الموقع، حسب يعني نظافة المكان. تبلش تقريبا أسعار الغرفة من 500 ليرة، زين من 500 ليرة إلى 300 دولار باليوم الواحد حسب الفندق وحسب مكانه. يعني بالشيراتون 300 دولار تقريبا إلى 400 دولار باليوم الواحد للغرفة. أكو فنادق هواية بالميدان وغير مكانات تحصلوها حتى ب500 ليرة، اللي يعني تقريبا 20 إلى 25 ألف دينار باليوم الواحد، هذا أقل شيء. زين الشقق موجودة، شقق فندقية، أكو اللي يسموها استوديو، يعني مطبخ مفتوح على صالة وغرفة وحمام، همين أسعارها ممكن يتحصلوها أنتو 1500 ليرة، ممكن 100 دولار باليوم، أيضا حسب المكان وقربه وبعده وقريب على البحر أو قريب من الشارشة أو الميدان. يعني هاي الأمور اللي ممكن تكون أنتو تخلوها في حسبانكم. يبقى على الأكل والوجبات الغذائية، مطاعم موجودة، مطاعم كلش هواية موجودة، أسعارها تختلف من مكان لمكان ثاني، وكل مكان وكل مطعم أكيد إلى سعره. والوجبات الغذائية قلت لكم يعني ممكن يعني تتراوح بين 200 ليرة فما فوق، حسب المطعم وحسب المكان. مثل ما قلت لكم أنا فيديوهات السابقة. يبقى المناطق السياحية اللي بسامسون هواي سألتوني عليها، هواي مناطق سياحية حلوة. وسامسون اكو شغلة مهمة، هي قريبة على هواية محافظات، يعني تقدرون انتم تروحون الأوردو كلش حلوة، تقدرون تروحون تأجرون سيارة توديكم وتجيبكم، همينة متوفرة. تقدرون تروحون السينو، بيها شلالات وبيها مكانات حلوة، منطقة سياحية كلش راقية. عندكم أونيا همينة حلوة، بيها غابات وبيها ساحل، ساحلها كلش راقي. طرابزون همينة قريبة، تبعد تقريبا 4 ساعات وشوية عن مركز محافظة سامسون. تعرفون انتو بعد طرابزون غني عن التعريف، فاللي يحب يجي سامسون يقدر خلال إقامته هنا يسوي سياحة بمحافظات هواية قريبة على سامسون. عندكم مثلا حافظة بها حمامات كبريتية، عندكم يعني محافظات هواية حلوة مثل أماسيا يعني منطقة حلوة وبيها مناطق يعني راقية وأثرية وفشي كلش حلو. زين بيها قلعة وبيها غابة وبيها فت بحيرة حلوة وجسر لطيف، يعني مكانات حلوة. انتم تقدرون من خلال إقامتكم سامسون تسيحون تروحون مكانات هواية، وإحنا أكيد ممكن نساعدكم بهذه السياحة عفوا. فاللي يحب
يجي لسامسون يسوي سياحة بيها. احنا راح نكون موجودين وياكم، احنا راح نساعدكم بكل شيء انتم ممكن تحتاجوه. راح نكون وياكم يعني ساعة بساعة، نوديكم مكانات سياحية، نروح سوا. فإذا حابين احنا موجودين وبالخدمة، وأي شيء تحتاجون أنا موجودة. تقدرون تتواصلون وياي على حسابي على الانستغرام، وتقدرون تتواصلون ويا أبو رحمة من خلال رقم تليفونه. إذا أي شخص يحب إنه أنا يعني أنطي رقم التليفون، فأني حاضرة إن شاء الله. وننتظر تعليقاتكم الحلوة، ويا ريت تشاركون اللايف بأحبابكم وأصدقائكم، ولا تنسون تخلون لايك للفيديو حتى يوصل أكثر عدد من الناس. وانتظروني إن شاء الله فيديوهات حلوة وجديدة منوعة من قناة يوميات الزمرد في تركيا، ومع السلامة.